النهارده جايه اجيب لك البسكوت ده او اجيب لك طريقه البسكوت السهله البسيطه دي زي ما انتم شايفينه كده. بسم الله ما شاء الله، تحفه، يشرف، ومعمول بطريقه سهله وبسيطه. جبت اول حاجه 120 جرام زبده ونص كوبايه سكر ناعم. حطيت الزبده الاول كده بدرجه حراره المطبخ وهنضربها بالمضرب السلك لحد ما القوام يبقى ناعم وكريمي. وبعد كده هحط عليها السكر واضربها برضو تاني لحد ما السكر يندمج مع الزبدة. بعد كده جبت عندي بيضة، وطبعا يعني بيض يعني فانيليا. حطيت نص معلقة فانيليا وقلبت برضو ودمجت كده مع بعض كل المكونات مع بعض. وبعد كده جبت عندي ربع كوباية زيت وضفتها برضو، وهنقلب وندمج كل ده مع بعضه كده. بعد كده بقى عندي جيب كوبايتين الا ربع دقيق هنخلهم. وبعد كده احط معاهم ربع كوباية نشا. وممكن طبعا لما نيجي ندمج الدقيق مع الزبدة هنلاقي القوام بتاع العجينة طري شوية. ممكن نضيف له معلقة بمعلقة دقيق تاني لحد ما القوام هتشوفوه معايا كده. انا احتجت معلقتين ضفتهم. تمام. هنقلب بقى، قصدي هننخل بقى كل المكونات دي كده مع بعض. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا جبت نص معلقة صغيرة من بتاعة الشاي بيكنج باودر، ودمجت بقى كل الكلام ده مع بعضه كده. وهدمجهم بقى على الزبدة بتاعتي بالسكر، بس هدمجهم على مرحلتين شوية بشوية، عشان طبعا الدقيق اسفة بيختلف من مكان لمكان، يعني فاهمني. ممكن يحتاج الدقيق كله وزيادة زي ما انا قلت لكم، ممكن ما يحتاجش الدقيق كله حسب نوعية الدقيق. بس انا احتاج معايا معلقتين فوق الكوبايتين الا ربع يعني والنشا، فحطيت لهم معلقتين وقلبت بقى ودمجت كده اهو. بصوا هنضيف بقيه الكميه طبعا. يعني انا عايزه النهارده يعني اعمل لكم الوصفه دي علشان لو اي حد فينا مثلا بيبقى عنده ساعات مثلا حد من الولاد نجح، بيبقى عندنا مثلا مناسبه تانية مثلا زي قرايه فاتحه، زي حد ضيوف جايين على سهوه، زي مثلا برضو داخلين علينا المدارس، وبيبقى الولاد عايزين يفطروا حاجه سريعه قبل ما ينزلوا الدروس او المدرسه، عايزين ياخدوا حاجة معاهم في اللانش بوكس صغيرة كده يفطروا بيها لو معرفوش يفطروا في البيت. فطبعا البسكوت ده ينفع في يعني في كذا حالة وفي كذا، يعني حسب بقى ما تحبي انت. بس انا هنا جايبالك بس الطريقة علشان ايه، علشان انت لو حابة تاخدي الطريقة وتعمليه بقى في اي حاجة تخص حاجة من الحاجات دي يبقى عندك الطريقة. هنا بقى دمجت كده ولحد ما الدقيق كله اختفى واندمج مع المواد الدهنية اللي انا حطيتها. بصوا هنا بقى، بصوا العجينة ولا بتشقق ولا حاجة، ليه؟ لان هي كانت طرية وحطيت لها معلقتين دقيق تاني ودمجت وقلب. هنقسمهم بقى كده بالنص الكمية بتاعت العجينة بتاعتي. هعمل جزء بقى بالكاكاو وجزء هسيبه بالفانيليا. تمام. هجيب بقى في اللي هو بالفانيليا هحط له معلقه دقيق وانخلها، واللي في الكاكاو هحط له معلقه كاكاو واحده وادمجه بقى كده زي ما انتم شايفين. بس لازم طبعا ننخله عشان الكاكاو بيبقى برضو فيه تكتلات زيه زي الدقيق. هدمجها بقى كده واقلبها لحد ما كل العجينه تبقى بالكاكاو، واركنها واجيب بقى العجينه الفانيليا احط لها معلقه دقيق برضو وانخلها وادمجها. بعد كده بقى هاتي عندك بقى كيس تلاجة، كيسين تلاجة، لو ما عندكيش بقى مفرش سيليكون او لو ما عندكيش ورقة زبدة. انا كان عندي بقى ورقة زبدة، فرشت على الرخامة ورقة زبدة. وبعد كده جبت كيس تلاجة فتحته وخدت بقى العجينة وبططتها كده زي ما انتم شايفين، وكنت بقى كيس التلاجة ورحت حاطاه فوقيها. بعد كده جبت بقى الفرادة بتاعت العجين هنفرد بقى بيها العجينة بتاعتنا. ممكن عادي بقى ما تعمليش بالطريقه دي لو يعني لو مش متاح عندك اي نوع من اللي هم الانواع بتاعه التشكيل بتاعه البسكوت او السابليه. ممكن عادي تبططيه كده على ايدك زي القرصايه كده وتعمليه يعني، ويبقى ده شكله عادي زي البسكوت اللي كنا بناخدوه معانا زمان لما كان بيتباع وكنا بنشتريه زمان قدام المدرسه، اللي كان اسمه بيمبو اللي كان كله شوكولاته ده. لو اللي فاكره بقى يقولي. هنا بقى جبت عندي الشكل دوت اللي هو بتاع السابليه، وعملت بيه كده دواير في قلب العجينة بتاعتي. وطبعا بقى محضرة الصواني علشان احط فيها بقى كل قطعة من العجين دي اخدها احطها في قلب الصينية. وطبعا ما ننساش نشغل الفرن على درجة حرارة 170 علشان هو مش بياخد سوا كتير، فاهمني. و... وباخد بقى كده بالسباتولا علشان طبعا هي العجينة انا يعني كنت عاملاها رقيقة شوية عشان كنت عايزة
اعملهم طبقتين في بعض اهو. بصوا هنرصها بقى كده. بعد كده بقى جبت اللي بالكاكاو وهعملها بنفس الطريقه، فردتها كده بايدي. وبعد كده بقى هجيب الكيس ونفردها بالفريده واعملها برضو، بس ايه اعملها شكل تاني بقى، شكل المربع، عشان عندي اكتر من شكل. فانت لو ما عندكيش زي ما قلت لك اشكال، ممكن تعمليها زي قرصه كده بايدك وخلاص، ما توقفيش نفسك يعني. اه بصوا عملتها بقى بالشكل المربع ده كده، وهحطها في قلب نفس الصاج اللي هو اللي بالفانيليا، عشان بس ايه ابقى مراقبه السوا، عشان طبعا اللي بالشوكولاته ما يبقاش باين شكل السوا. فلما بنحطه مع الفانيليا بنبقى عارفين نتحكم بقى في السوا اللي خدوا شكل البسكوت بتاعنا. اهو بص هشيل بقى كده. بس هنا كنت عامله بقى اللي هي المربعه دي سميكه شويه، لاني كنت عايزه اعملها كل واحده لوحدها يعني. بس بعد كده ما حصلش نصيب ونسيت ودمجتهم مع بعض برضو. المهم بقى ده بصوا الكميه كلها اللي بالكاكاو. بصوا عملتهم برضو هنا شويه بالفانيليا، ووزعت كده في الصاجين دول بس. وعملت هنا ده شكل تاني، هبقى انزل لكم في فيديو تاني طريقه الشكل الجديد ده. هنا بقى كنت دخلتهم الفرن وكانوا استووا زي ما انتم شايفين بقى، ما بياخدش سوا اكتر من كده عشان مش عايزينه غامق. هنا طلعتهم بقى الصاجين بتوعي. وبعد كده جبت عندي نص بار شوكولاته بيضه ونص بار شوكولاته دارك، وحطيت عليهم معلقه لبن، وهدخلهم الميكرويف ايه يسيحوا زي ما انتم شايفين كده. سيحوا اهو. بس بعد كده بقى هقوم جايه ايه جايبه طبعا طبق عشان اللي هزينه احطه في قلب الطبق ده. جبت هنا بقى كيس من بتاع الحلواني وعملت له خرم صغير، وحطيت شويه بقى من الشوكولاته البيضاء ومن الشوكولاته الدارك في قلب الكيس. وبعد كده بقى حطيت شويه زي ما انتم شايفين كده في الايه في البسكوتيه بتاعتي، واخد بقى البسكوتين الزقهم في بعض. وبعد كده احطهم بقى في الشوكولاته احطهم في الشوكولاته الدارك. لو انت عايزه تعملي العكس وعايزه تحطيهم في الشوكولاته البيضاء ممكن. لو عايزه تعملي نص ونص فاهمني، يعني نص شوكولاته بيضاء ونص شوكولاته دارك، برضو هيبقى شكله حلو. لو عايزاه تغمسيه كله شوكولاته بيضاء او كله شوكولاته دارك برضو براحتك. هنا بصوا بقول لكم التسويه بتاعت البسكوته بتاعت شكلها جميل ازاي. هنا عملته بقى نص سبته بالشوكولاته الدارك ونصه من غير الشوكولاته خالص. هعمل بقى اللي هو بالكاكاو هعمله بالشوكولاته الدارك. هعمله برضو بس لما اجي اقفلهم على بعض هغمسه في الشوكولاته البيضاء اهو زي ما انتم شايفين كده بس. وارصه برضو على في قلب الطبق. طبعا حاطه كيسه عشان لما الشوكولاته تنشف اعرف اشيله بكل سهوله، ما تلزقش في قلب الطبق فاهمني. بس هرصه بقى كله بنفس الطريقه في قلب الطبق برضو، الابيض لوحده والشوكولاته لوحده. هنا بقى بص اللي بالشوكولاته الدارك جبت بقى بقيه الشوكولاته البيضاء، عملت خطوط كده عشوائيه رايح جاي. التزيين بقى زي ما انت حابه، مش عايزه خالص تحطيه في شوكولاته ممكن ياكلوه الولاد كده. هو كانت ريحته اصلا قلب البيت، اقسم بالله كانت ريحته تحفه 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 بجد، يعني ريحته كانت جميله جدا. الزبده مخليه ريحته في حته تانية وطعمه في حته تانية، في حته 10 مش في تانية. جبت بقى بقيت برضو الشوكولاته الدارك وزينت بيها اللي هو اللي بالكاكاو كده. عملت له خطوط برضو عشوائيه زي ما انتم شايفين شكله كده. ان شاء الله يا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه ومقاديرها سهله وبسيطه بالنسبه لكم، وتنفذوها وتعجبكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. بالله عليكم بالله عليكم فضلا وليس امر. اتمنى ان انتوا تعملوا شير للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو، واشوفكم في فيديو جديد.